نبدأ كده ونقول يعني من الكلمة المعتادة رمضان كريم. طول أكبر. رمضان طبعا واحنا بنقول لبعض رمضان كريم، ورمضان كريم فعلا، والرد الله اكرم. يعني دايما في رمضان يعني في حاجات بتحصل معانا كده، ممكن حد عنده مشكلة تتحل، ممكن اي موضوع كان صعب يبتدي يحصل فيه انفراجة، ونقول على طول رمضان كريم. الله اكرم طبعا. رمضان كله خير وبركه وبنستناه من السنه للسنه، وعشان نجمع الاحباب والاصحاب والاهل والاقارب وعلى سفره رمضان كل يوم والتاني يعني وكده. وزي ما انت بتقولي اي حد عنده مشاكل ربنا بيسهلها له، لان هو اصلا بيتقرب الى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، ويبقى دعوته مستجابه يعني. أستاذ ياسر، أخبارك إيه النهاردة؟ تقول لنا كده يومك كان عامل إزاي في اليوم ال17 من الشهر الكريم، وكان في شغل النهاردة ولا متابعات كده من البيت؟ لا، هو في متابعات. يعني انت عارفه طبعا الشغل عندنا في رمضان الدنيا بتبقى مريحه شويه، يعني حاجه لطيفه جدا. شهر رمضان ممكن نقول هو شهر العباده، شهر ربنا يعني. يعني هو بيفكرني طبعا شتان الفرق، لكن يعني ايه، عايز اقول لك بقى سكريبت كده. يعني قريب لما ربنا كرمني ان انا حجيت 2017 وقعدت 30 يوم كامله في المملكه العربيه السعوديه. والحقيقه بيفكرني بالشهر ده، يعني رمضان بيفكرك بالحج طبعا. ان انا كنت حجيت قعدت 30 يوم، وده يعني مش هقول فتره طويله، لكن انا كنت مستمتع جدا. وحتى دعيت قدام الكعبه وانا كنت ببكي. عايز اقول لك، وانت ما اعرفش كابتن سيد حج ولا لا؟ الحمد لله في 2012 انا والحاج 2012 قبليه طبعا، يعني قبليه ب5 سنين. هو كابتني طبعا، خبره في كان اول سنه فيها التوسع كبير جدا. انا كنت فيها 2017 وانا بحج، وكرم كبير من عند ربنا. عايز اقول لك، وانا كنت قدام الكعبه وقالوا لي ادعي للكعبه، دعيت لاخواتي وانا اخر دعوه وانا ببكي. وعايز اقول لك ان انا كنت يعني ببكي وانا دموعي سبقاني. المنظر اكنك يوم القيامه بتتحاسبي. تخيلي كعبه حاجه مهوله ضخمه جدا. وموسم الحج طبعا زحام شديد. لا الفتره دي مش حكايه اللي هي زحام، لكن بقدر اللي انت اول ما شفت الكعبه زي ما قالوا لي الناس ادعوا لي وكده. اول ما تشوف الكعبه وادعي لنفسك طبعا. انا طبعا دعيت لنفسي، لكن مؤخرا بعد ثالث او رابع دعوه عايز اقول لك ان انا الدعوه بتاعتي الاولانيه لاخويا حصلت تاني يوم. دعيت له بحاجه ربنا كرمه والله العظيم. الحمد لله. دعوه مستجابه. هو الغلط بقى اللي بيقولوا اول دعوه، لا هي مش اول دعوه، كل الدعوات بس تباعا يعني ايه. لكن هي الدعوه الاولى ربنا بيحققها على طول في فتره الحج اللي انت موجوده فيها. والدعوات برضو تدريجيا بقى يعني واخد بالك. الدعوات كلها اتحققت، او يعني نصها اتحقق تقريبا لغايه دلوقتي. لكن الدعوه بتاعت اخويا انا مش عايز اقول يعني مش عايز احسده والله العظيم. دعيت له دعوه، هو كان عنده ظرف مادي ومش عارف ايه وكده. دعيت له ربنا كرمه ب 10000 جنيه في تاني يوم. تخيلي. وقال لي انفراجه جميله جدا. فانا عايز اقول اللي هو يعني الشهر ده بيفكرني بالحج، وده منظر مهول مخيف، التقرب الى الله طبعا. وعشان كده وانا استمتعت ان انا ختمت القران الحمد لله في مكه، وقريت في المدينه للاسف 7 أجزاء، وكنت عايز اكمل. لكن المتعه الكبيره ان انت الصلاه ب 100,000 صلاه في مكه. وكنت قافش قوي في مكه زي ما بيقولوا كده، اللي انا مش عايز امشي من مكه على الرغم اللي بيقولوا المدينه بتاعت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. انا كنت مبسوط لكن في مكه انا ما كنتش عايز امشي. ربنا كرمني وجت البعثه الرسميه للحج، قالوا لا هنقعد كمان 6 ايام في مكه. تخيلي. ما شاء يعني الله. سبحان الله. فقعدنا في المدينه 6 ايام تقريبا، وقعدنا 24 يوم في مكه. وهنا كانت المتعه الكبيره جدا. الصلاه ب 100,000 صلاه، اي حاجه الدعوه ب 100,000 دعوه. قرايه القران، قريت القران تقريها يبقى 100,000. الناس دي بيقولوا المعلومه ليه؟ نحفز الناس اللي هم نظر للكعبه طبعا. ايوه بقى دي بقى ما كنتش اعرفها غير ما بعد ما رجعت. انا كنت كل شويه لما اجي اقرا قران او اروح عايز اصلي في الحرم، فكان معايا 2 بنساعد بعض نجري بسرعه على الحرم قبليها بنص ساعه عشان نصلي في الحرم. ما مش بره. فده لازم قبليها بنص ساعه زي ما حضرتك عارف عشان الزحام. نصلي قدام الكعبه. ساعات بقى ايه اضرب لخمه واقعد ابص للكعبه، احط ايدي على خدي كده زي ما الكابتن سيد يوسف عاملها دلوقتي الحركه الجميله بتاعته، وانا عمال ابص للكعبه كده واتاملها يعني. ولساني ما بقولش حاجه. هي بتبقى مشاعر كده فطريه. لا بس استني. روحانيات من عند ربنا. انا عايز اقول لك قبل المشاعر اللي انا عرفتها بقى الكابتن سيد ما بيقول، سالت شيخ قلت له انا كنت ببص للكعبه كتير ومن غير ما قال لي النظر للكعبه عباده. والله ما كنت اعرف، لكن انا ربنا بيخليني ابص كتير للكعبه في اوقات غير الصلاه. اكيد طبعا. ايه رايك؟ اوقات لا تنسى وذكريات جميله، واكيد في ذكريات كتير هنتكلم عنها النهارده. كابتن سيد
يوسف طبعا مرتبطة بالطفولة، مرتبطة برمضان، مرتبطة بالأسرة، ويعني التجمع العائلي في فترة الطفولة أكيد يعني جوه واحد، جوه كل واحد فينا هذه الذكريات لا تنسى. واحنا في رمضان كده اكيد بتبقى في ذكريات عائليه بتفتكرها كل ما بيقرب رمضان، كل ما بيجي رمضان. وطبعا احنا كلنا اتربينا على طبلية في منطقة شعبية، يعني احنا كلنا مولودين في امبابة يعني، كان بابا الله يرحمه كان شغله بره، وكنا مستناه بيجي من السفر كل يوم على محطة القطر، انا وابراهيم واسماعيل ومحمد اخويا الله يرحمه، واختي كوثر الله يرحمها، واختي زينب ربنا يديها الصحة يا رب. ونمشي وراه كده ونطلع البيت وكده، وماما تستقبلنا وست الله يرحمها كانت عايشه. اجواء رمضانيه في المناطق الشعبيه جميله جدا. وبابا كان معروف في الحته يعني، كان بتاع ربنا يعني وكده، وكان جوامع على طول وكده، وكان بيعتب على ناس كتير وكده. كان بيتنا ما كانش بيفضى يعني، مش من الأسرة بس، من الناس الجيران والناس المحتاجة. فوانا بنكمل معاكم هذه السهرة أصدقائنا، ونحن معكم حتى 1:30 إن شاء الله. ما زال معنا ومعاكم كابتن سيد يوسف نجم مصر والترسانة في كرة القدم سابقا، وناقدنا الرياضي أستاذ ياسر تهامي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة وموقع العربية نيوز. وكنا بنتكلم قبل الوقفة الإخبارية عن العزومات إنها أصبحت قليلة لظروف مختلفة، لكن في وجهة نظر يعني أعتقد تتفقوا معايا فيها كابتن سيد وأستاذ ياسر. يعني مش شرط تكون العزومة كبيرة، مش شرط تكون العزومة يتحملها شخص واحد فقط. يعني ممكن نتعاون لما يكون مثلا 2 إخوات أو واحد عازم إخواته، ممكن كل واحد يعمل حاجة. بالظبط. المهم الهدف زي ما كنت طالعين رحلة، الهدف أيوة ان الناس تتجمع. بس الثقافة دي مش عندنا. ليه يعني الثقافة دي مش عندنا. طب حضرتك بتقول زي ما نكون طالعين رحلة، طب ما احنا يعني زي ما بنعملها في الرحلة نعملها في رمضان. ايه المانع؟ ما انا بقول لهم كده يعني دلوقتي اصلا على حسب الدخل بتاع كل فرد كل واحد يعمل حاجة. والغرض اصلا مش الاكل، بالظبط، الغرض اللمه التجمع، التجمع وصلة الرحم والحاجات دي كلها. نعم. نتمنى يعني الناس كلها يعني تحذو هذا الحذو، ويبقى عندها ثقافه بالنسبه للمعيشه، وتقدر تعيش يعني باي دخل الواحد يعيش يعني. طالما الواحد مع ربنا والواحد عنده قناعه وفي تفاهم بين الاسر وبعضيها، الحاجات دي بتتلم وبتبقى شكلها حلو. نعم. استاذ ياسر تعليقك ايه على طبعا الرأي ده؟ هو الرأي ده كويس يعني. زي كان زمان واحنا صغيرين يقول لك نعمل غدوه يعني، لو كده بالشعبيه او عامي، اللي كل واحد بيجيب حاجه يعني. انت هتجيب سندوتشات ايه؟ هتجيب سندوتشات جبنه، وانت انت هتجيب سندوتشات ايه؟ الثاني هيجيب سندوتش فول، وده هيجيب ايه؟ طعميه. وتلاقي الناس كده يعني واحد يجيب فاكهه بالظبط، او حاجه ساقعه. فهي كل واحد دي عارفه بتفكرني بحاجه درستها هي تقسيم الادوار في اوروبا. يقول لك الفرق بين العالم المتقدم في اوروبا وامريكا والعالم العربي او افريقيا هو تقسيم الادوار. يعني انا بعرف اشتغل في الصحافه، يبقى دي شغلتي. انا بعرف اشتغل في الكوره، يبقى الكابتن سيد دي شغلته. انت بتعرف تتكلمي في الاذاعه، يبقى دي شغلتك. واحد بيتكلم تاني في الاخراج، يبقى استاذ سيد، وهكذا. يبقى تقسيم الادوار، لان هو اسباب تقدم العالم الغربي واليو اس اي الولايات المتحده الامريكيه هو التخصص. وغير التخصص تقسيم الادوار. يعني هو التخصص مرادف لتقسيم الادوار. كل واحد بيقوم بدور، ولكن في اطار تكاملي. يعني ايه؟ انا مفيش تمفصل زي ما درسناها برضو، اعتقد درسناها في السياسه، اللي هو التمفصل هو ايه؟ اللي انت بتعملي كل الادوار لوحدك. يبقى سوبر مان او مان وان بنسميه ايه؟ وان مان شو. والكلام ده عافى عليه الزمن. فالفكره اللي حضرتك بتقوليها انا متفق معاك تماما. ولو نعرف كنا جبنا هنا واحنا جايين لو انت تفتكري انا قلت لك واحد يجيب فول، واحد يجيب زبادي، واحد فاكره عشان اعترفي. ايوه فقلت اللي احنا ممكن نعمل الموضوع دون. هو عارف اذا كان وقت السهره متاخر وكان حاجه لطيفه طبعا.